مستمعي راديو هيفي اف ام، اسعد الله اوقاتكم. نتحدث اليوم في الزاوية البيئية عن التربة، مكوناتها وانواعها، فاهلا بكم. مستمعينا الكرام، التربة تعريفا هي الجزء السطحي الهش من القشرة الخارجية للكرة الأرضية، وتتكون من مجموعة من المواد الصخرية الصلبة التي خضعت لعوامل طبيعية وبيولوجية وبيئية مختلفة كالتعرية بفعل الأمطار والرياح وغيرها، وأدى إلى تحولها للشكل الهش. مستمعينا الكرام، التربة هي ناتج تفاعل كل من الغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الجوي والغلاف الحيوي معا، فالتربة هي خليط معقد من جزيئيات مائية وغازية ومعدنية بنسب مختلفة تختلف من تربة إلى أخرى، وهذا ما يسمى هيكل التربة التي تحتفظ من خلاله التربة بالعناصر والمعادن المختلفة داخل جزيئياتها. مستمعينا الكرام، إن تشكل التربة يمر بأربعة مراحل، وهي تبعا المرحلة الأولى بتشقق الصخور وتفتتها بفعل عوامل الحت والتعرية والعوامل الطبيعية المختلفة. 2. المرحلة الثانية حيث تلعب النباتات والأشجار دورا مهما بزيادة تفتت الصخور وجعلها أكثر هشاشة، لتأتي مرحلة الثالثة التي تصبح فيها التربة غنية أكثر بالمعادن، وفي المرحلة الرابعة تصبح الأساس للغطاء النباتي وتصبح غنية بالمعادن اللازمة لنمو النباتات. مستمعين الأعزاء، يلعب التربة دورا مهما في حياة الإنسان، حيث تعتبر الركيزة الأساسية للغطاء النباتي الذي يشكل المصدر الأساسي للغذاء للنباتات والحيوانات، ويعتبر وسيلة تنظيم جريان الماء. مستمعينا الكرام، التربة مثلها كباقي تضاريس الكرة الأرضية قد تتعرض للتدهور، ويتفاوت هذا التدهور من تربة لأخرى، فقد تكون التربة قليلة التدهور أو شديدة التوتر، إضافة إلى التربة الصحراوية التي لا تصلح للزراعة أبدا وتفتقر إلى العديد من المكونات والعناصر اللازمة لتكون أساسا للغطاء النباتي. مستمعين الأعزاء، هناك تربة غير متطورة حيث تحتفظ بخصائص التربة الأم الأصلية، ومن أقرب الأمثلة عليها التربة الصحراوية، وتربة في المناطق القطبية حيث تبقى هذه التربة كما هي دون تغيير. وهناك تربة قليلة التطور حيث تحتوي على الحصى والحجارة الصغيرة، ومن الأمثلة عليها التربة الحمراء. أما التربة المتطورة فهي تربة غنية بالمعادن والجزيئيات والتي تساعدها على هذا التطور وجعلها أكثر فائدة، ومن الأمثلة عليها التربة السمراء بالمناطق المعتدلة. مستمعين الأعزاء، إن أنواع التربة موزعة على كافة الكرة الأرضية، حيث تتمتع كل منطقة جغرافية بنوع من التربة التي تتفاوت بكميات المعادن والأملاح التي بداخلها، ويعود ذلك بناء على العوامل الطبيعية والبيئية التي تعرضت لها كل منطقة، فتكونت التربة السمراء والحمراء والتربة الصحراوية أيضا. مستمعين الأعزاء، يحاول الإنسان استغلال بيئته بالسبل المتاحة، وقد استطاع أن يكيفها لصالحه إلى حد بعيد، وما زالت محاولاته مستمرة لإخضاع هذه البيئة والاستفادة منها بغض النظر عن نوعها. مستمعين الأعزاء، يحاول الإنسان استغلال بيئته بالسبل المتاحة، وقد استطاع أن يكيفها لصالحه إلى حد بعيد، وما زالت محاولاته مستمرة لإخضاع هذه البيئة والاستفادة منها بغض النظر عن نوعها. مستمعينا، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من الزاوية البيئية، وأتمنى لكم أوقاتا سعيدة.